فانا شايف ان الزمالك سمك لبن تمر هندي، حتى التغييرات لبن سمك تمر هندي، حتى مجلس الاداره سمك لبن تمر هندي. جون ادوار، يعني انت ضيعت كل اللي انت عملته باللعيبه اللي احنا قعدنا نشيد بيها ونقول عينيك ورؤيتك والكلام ده. انت عمال تضيع كل حاجه لانك انت المتحكم. كل ما تيجي تكلم حد اصل جون ادوار، اشمعنى السنه دي اللي انتم مسلمين دقنكم كلها لجون ادوار؟ طب انت ماشي سلمته للعيبه، انما في حاجه اسمها مدرب خسران 2 بونت في ماتش المقاولين، دي فرقه لسه صاعده السنه دي، خسران 2 بونت مع الجونه، برضه هنقول فرقه كانت متزيله وكانت هتهبط السنه اللي فاتت، خسران 3 بونت من وادي دجله، يا نهار اسود، خسران من المحله اللي لسه طالعه السنه دي 2 بونت، وعندك خسرت من النادي الاهلي اللي هو كان اهم ماتش في الدوري كله، اللي انت لو مركز شويه واديت لعيبتك فلوس، بلاش يا عم اديت فلوس، قعدت مع اللعيبه وحطيتهم بما يرضي الله في المعسكر، ولعبت شيكوبانزا على محمد هاني من اول الماتش، والناحيه الثانيه كان بزيره، كنت خفيت الضغط على بزيره اللي كان كل جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ونقاد النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي كان مرعوب منه، بدليل ان الحركه اللي عملها حسين الشحات دي يعني يعرفك ان كله كان مضغوط من بزيره. يعني الحركه بتاعت حسين الشحات اللي عملها دي بتدل ان هم كلهم كانوا يعني عامل لهم خرم في دماغهم كلهم، عشان كده عمل له الحركه دي، واخد بالك، لانه مش مصدق نفسه ان هو جاب جول، واخد بالك. وشفت احنا شفنا في الماتش كل كوره يا حول ولا قوه الا بالله، احمد نبيل كوكا يخش كأن بيعجن، يخش يقوم جاي عامل معاه فاول من غير كل ما يجي يمسك كوره يديب وبيلعب عليه اشرف بن شرقي ناحيته وتريزيجيه ناحيته، وطبعا احمد نبيل كوكا، وبيميل عليهم كمان مروان عطيه. يعني الراجل كان عامل لهم رعب ما بعد رعب، عشان كده كمان حتى المحللين اللي هم كانوا معانا في القناه او اللي في القنوات الثانيه يقول لك ايه، احمد نبيل كوكا 10 من 10. ليه يا عم؟ اصل مسك، يعني الراجل عامل لكم دوشه، عامل لكم صداع، عامل لكم قلبان. يقول لك طب اللي بياخد نجم المباراه ده زي حسين الشحات، بيدوا حسين الشحات 9 وبيدوا كوكا 10، يبقى انت ايه ده اللي يدل على ايه؟ ان كانوا مرعوبين من بزيره. فمنك لله جونيا ادوار، لان لو في الناحيه الثانيه شيكوبانزا كانت الكفه هتتعدل، ده يعدي من هنا مره وده يعدي من هنا مره، كانت الدنيا اختلفت تماما. وكنت غيرت عبد الله السعيد او ما بداتش بيه ونزلت حتى سيف جعفر، والله العظيم في ماتش زي ده كان هيبقى عبد الله السعيد لا مسك الكوره في الماتش بتاع الاهلي، ولا بصى كوره، ولا ضغط على كوره، ولا شاط كوره، ولا حتى ضربه الجزاء جابها اللي هو متميز بيها. فكل ده منك انت يا عم جون ادوار. انا مش هحمل المدرب، لان المدرب ده اقسم بجلال الله يعني ده ما يمسكش حتى، بلاش بقى عشان ما نغلطش، انتوا عارفين انا عايز اقول ايه. مبروك للمحله، مبروك لعلاء ابعال، مبروك للاعيبته الرجاله اللي هو يعني عمل كل حاجه في الكوره النهارده، الا ان هو يعني هو عمل على قد امكانيات لعيبته. يعني انا بتكلم هو ما هاجمش، هي الكوره اللي راح بيها والثانيه كانت هتيجي جول لو لمست رجل الفرود اللي هي في اخر المباراه، انما الكوره اللي راح بيها جابها جول، واخد بالك، استغل هو بيلعب على دي. بس هنا بقى كابتن علاء في حاجه، والنبي بلاش التقليد الرخم قوي ده. يعني انت عايز تعمل لي زي باريس سان جيرمان ومجمي سنتر ولاعيبه ناحيته، انت ما بتهاجمش، يعني انت اصلا ما بتهاجمش يا كابتن علاء. فبلاش الكلام ده لو انت بتهاجم عشان ان انت هتجيب جون وبتضغط، انما انت المشكله الفرقه بتسنتر بترجع كوره انت بتقف على ال 18، طب انت سنترت قمت جاي حاططها ناحيه الكورنر ورجعت، طب بتعملها ليه؟ طب كنت مسكت الكوره شويه، يعني خليها في رجل لعيبتك تاخد الثقه. فبلاش التقليد الاعمى ده، عشان ما اقولكش ايه، بص اهو عامل زي باريس سان جيرمان بيعمل وعشان يضغط، ما انتوا ما بتضغطوش، ده انتوا طول ال 90 دقيقه انتوا المضغوطين، والمصحف حاجه تالت. بس مبروك ليك النهارده، قدرت تاخد من المباراه اللي انت عايزه. لو كانت الكره جت في رجل الفيرود كان جابها الجون الثاني وكان عليه العوض بقى، كان الزمالك بقى هيبدا يموت نفسه عشان يخش من السبعه.